للاسف الفتره اللي موجودين فيها او العصر اللي احنا موجودين فيه، مع كم التطور الهائل والتكنولوجيا اللي حاصله واللي بتحصل حوالينا، اي معلومه او اي حاجه انت نفسك تجيبها او نفسك تتعلمها او نفسك تعرفها، بضغطه زر او بدوسه واحده بس انت تقدر تجيب المعلومه دي وتعرف كل حاجه عنها. على الرغم ان الحاجه دي حلوه جدا، او المفروض انها تبقى حلوه جدا، ان انت بضغطه زر واحده او بدوسه واحده بس بتعرف تعمل اي حاجه انت عايز تعملها او تتعلمها او تعرفها، الا ان للاسف الحاجه دي وحشه جدا، لان كل حاجه بيجت سريعه، اي حاجه انت عايز تعملها بيجت سريعه جدا. الفكره بس انك هتطلع التليفون بتاعك وتسيرش على الحاجه اللي انت عايز تسيرش عليها او تبحث عليها، هتلاقي في ثواني الحاجه اللي انت بتدور عليها. وزي ما قلنا ان مع كم التطور الهائل اللي احنا وصلنا له ده، ولكن للاسف لحد دلوقتي احنا مش عارفين احنا عايزين ايه. ان شاء الله هنقول الكلام ده، ولكن بعد ما نقول الانترو بتاعتنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم فيديو جديد من الشانل كريم نوبي. الشانل كريم نوبي اللي بنقدم فيها كل حاجه او اي حاجه ليها علاقه بيك انت، نفسك، شخصيتك، تعاملك مع نفسك، تعاملك مع الناس، ازاي تطور من نفسك، ازاي تفهم نفسك، مجال انت نفسك تتطور فيه، برمجه، ديزاين، ماركتينج، وشغل الدولارات ده، انجليزي. ان شاء الله وبنتكلم عن التولز او الادوات اللي بيها ازاي تتعلم انجليزي او تتعلم اي لغه تاني. في القناه هنا بنحاول ان احنا نطور من حياتنا ولو على الاقل 1%. فلو مهتم بكل الكلام اللي انا قلته لك ده، يا ريت تسبسكرايب في القناه وتفعل خاصيه الجرس علشان توصل لك كل الفيديوز اللي ان شاء الله هنزلها هنا في الشانل، واللي ان شاء الله تساعدك انها تطور من حياتك ولو جزء بسيط جدا. طيب خلينا ندخل في الموضوع بتاع النهارده. علشان ما نطولش وقت الفيديو، احنا هنقسم الفيديو بتاعنا لثلاث خطوات، وان شاء الله لما تطبقهم هتتاكد او هتعرف انت عايز ايه في حياتك. ولكن قبل ما ندخل في موضوع الفيديو، خلينا بس نقول حاجه بسيطه جدا، وهي الفرق بين الشغف والهدف. لان هو قد يبدو ان هو مفيش فرق، ولكن هو في فرق بسيط وهم بيكملوا بعض بالمناسبه. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ بص يا صديقي، الشغف حاجة أكبر من الهدف، يعني الشغف بيجي الأول وبعدين بيجي الهدف بتاعه. طب هنقول مثال عشان نوضح الكلام اللي احنا عايزين نقوله، وإن شاء الله المثال ده هقوله لك على موضوع اليوتيوب ده. يعني مثلا أنا قلت الشغف بتاعي إن أنا عايز أعمل فيديوز على اليوتيوب، ده الشغف. طب إيه الهدف؟ الهدف بقى البروسيس والعملية اللي بيها إزاي تنزل فيديوز على اليوتيوب. يعني مثلا هقول إن هدفي إن أنا أنزل كل 10 ايام او كل اسبوع فيديو على اليوتيوب. برضو علشان خاطر انزل فيديوز على اليوتيوب فانا عايز اتعلم ازاي الفيديوز دي بتتعمل، فبالتالي هروح اتعلم اديت، وهروح اتعلم اضاءه، وهروح اتعلم فويس اوفر، وهتعلم شويه حاجات دي. فدي برضو اهداف. ولكن في الاول وفي الاخر الشغف اللي احنا قلنا عليه ان انا عايز اعمل فيديوز على اليوتيوب. وصلت بقى وعرفنا ايه الفرق بين الهدف والشغف. ندخل بقى في الموضوع بتاع النهارده. الستيب الاولى والخطوه الاولى في انك ازاي تعرف شغفك، هتقعد لوحدك. بالظبط، انت سمعتني صح، هتقعد لوحدك. اقعد مع نفسك، ولوحدك مش شرط في اوضتك، ممكن في اوضتك، ممكن في الزرع، ممكن في الشارع، ممكن على الكوبري، اي مكان. ولكن يفضل ان المكان ده يبقى هادي وما فيهوش صوت كتير وما فيهوش صداع. وانا برضه بفضل الاوضه بتاعتك، لان الاوضه بتاعتك بيبقى فيها الدولاب بتاعك، السرير بتاعك، المذكرات بتاعتك، الكتب بتاعتك، فالحاجات دي بتنتميك اكتر وبتبقى ليك اكتر قصدي. حلو، فانا عايز اقول لك ان انت تقعد لوحدك، واهم حاجه تسيب التليفون. النقطه الفاصله دي لازم تسيب التليفون، اشوح التليفون خالص. حاول لما تقعد مع نفسك التليفون خليه في الاوضه الثانيه، وبعد ما تخلص اللي احنا هنقوله مع بعض روح امسك التليفون، وما تقلقش مفيش حاجه هتحصل والدنيا مش هتطير. واحنا برضو في الاول هنعمل تحدي مع بعض ان احنا هنركن التليفون او هنسيب التليفون ساعتين. ايوه ساعتين، ممكن يكون الساعتين دي حاجه كبيره وحاجه صعبه بالنسبه لك، ولكن الساعتين دي ممكن تغير محور حياتك حرفيا، وممكن تخليك شخص انت نفسك تبقى. هنعمل تحدي مع بعض ان احنا الساعتين اللي احنا هنقعدهم مع بعض في الاوضه او هتقعدهم لوحدك في الاوضه هتسيب التليفون بتاعك خالص. المهم كده حلو جدا، وسيبنا التليفون بتاعنا وقعدنا في الاوضه بتاعتنا. عايزك بقى تقعد 10 دقائق او ربع ساعه تفكر بس، تفكر في كل حاجه، تفكر في اي حاجه، ماضي، حاضر، مستقبل، ذكريات عدت، حاجات انت نفسك تعملها في المستقبل، حاجات حلوه حصلت لك، حاجات حلوه نفسك تحصل لك، اي حاجه وكل حاجه. ولكن برضو بفضل في البوينت دي انك تفتكر الحاجات الحلوه، انك تفتكر الذكريات السعيده، انك تفتكر انت كان نفسك تبقى ايه زمان لما كانوا بيسالوك انت وطفل والكلام ده. تفتكر الحاجات اللي انت كان نفسك تعملها لما كنت صغير، انك تبقى لعيب كوره، تبقى فنان، تبقى رسام، تبقى جيمر، بودي بيلدينج. طيب يا كريم، انا قعدت ال10 دقائق او الربع ساعه دي وما فكرتش في اي حاجه كويسه، كل اللي فكرت فيه ذكريات طين وحاجات وحشه جدا، او ما فكرتش في ان انا كنت عايز ايه او نفسي في ايه اساسا. طيب خلاص يا صديقي، لو ما فكرتش في اي حاجه كويسه او ما فكرتش في اي حاجه انت نفسك تعملها، حاول انك بعدين تظبط 10 دقائق او ربع ساعه وتقوم تتمشى في الاوضه بتاعتك، تتمشى في الاوضه بتاعتك، تشوف الاوضه بتاعتك، هتلاقي نفسك اوتوماتيك وبشكل لا ارادي كمان هتروح مثلا ترتب المكتب بتاعك، ترتب شويه الكتب بتوعك، ترتب الهدوم بتاعتك في الدولاب، السرير. هتلاقي عقلك لا ارادي بيدور على حاجه يعملها، بيفكر في حاجه يعملها، يرتب هدوم، يرتب مكتب، اهم حاجه من غير التليفون. هتلاقي عقلك تلقائي بيلعب في حاجه كده، وبتلاقيه بيلعب في اي حاجه، هتلاقيه ممكن ينخر في حاجات انت ليك سنه رميها اساسا. ينخر معناها يدور. ممكن برضو تكمل الرسمه اللي لسه ما كملتهاش، او ممكن يكون انت مش فنان اساسا، ولكن ممكن تلاقي نفسك بترسم عادي جدا، بتعمل حاجات انت مش متعود انك تعملها اساسا. طيب في الخطوه الاولى او في الربع ساعه الاولى لو انت فكرت ولقيت نفسك انك فعلا
فكرت انك تبقى جيمر وكان نفسك تبقى لعيب كوره والكلام ده، فده حلو جدا. فتقريبا الحاجه دي هي اللي هدفك او شغفك في الحياه، فعايزك انا ترجع وتبدا فيها وتشتغل فيها وتشتغل وتشتغل وتشتغل. ولو لا قدر الله برضو انت ما لقيتش، او انت وبرضه بتتمشى في الاوضه بتاعتك ما لقيتش انت نفسك تعمل اي حاجه او ما عملتش اي حاجه اساسا، الخطوه الثانيه اللي هقول لك عليها هي انك تبدا وتجرب. ايوه بالظبط، ابدا وجرب اي حاجه. لو انت من الناس اللي لقيت حاجه بتفكر فيها او حاجه شغوفه بيها في الربع ساعه الاولانيه، فده حلو جدا يا ابو الصحاب، وابدا بقى في الحاجه دي. لو نفسك مثلا انك تلف العالم، يلا ابدا بقى وتعلم لغات علشان بيها تلف العالم. لو نفسك تبقى فنان، ابدا وتعلم الرسم، ادخل وشوف وتعلم الرسم. ويا ريت ما تبقاش متخلف وتقول ان الرسم ده تالنت او موهبه وانا ما اقدرش اتعلم الرسم، لانه حرفيا انت تقدر تتعلم اي حاجه. فعلا انت تقدر تتعلم اي حاجه وعن تجربه. انا من فتره قعدت شهرين اتعلم الرسم من اليوتيوب، والحمد لله وصلت فيه لمرحله حلوه جدا. بس بصراحه بعدين سيبته لان انا كنت محتاج ان انا اتعلم فوتوشوب ومونتاج والحاجات بتاعت الفيديوز دي، فسيبته. فاللي بصراحه اثبت لي لنفسي في الفتره دي ان انا ممكن اتعلم اي حاجه، وان مفيش حاجه اسمها تالنت او موهبه. اي حد بيقول لك موهبه ده عايز يكسر مجاديفك او عايز يحبطك، ولكن في الحقيقه مفيش حاجه اسمها موهبه، انت تقدر تتعلم اي حاجه. فيلا بقى اقفل الفيديو ده، او بعد ما تسمع الفيديو ده ادخل على السيرش بتاع اليوتيوب واكتب مثلا عايز اتعلم كوره، عايز اتعلم رسم، عايز اتعلم مزيكا، عايز ابقى بودي بيلدينج، عايز ابقى جيمر. سرش في اليوتيوب، واليوتيوب ده حرفيا مليان حاجات كتيره جدا انت تقدر تتعلمها. ده بقى لو انت عارف انت عايز ايه. فزي ما قلت لك، جاست انك تدور الموضوع او انك تشتغل على الموضوع وتكمل بس. طيب برضو لو انا مش عارف انا عايز اعمل ايه، او مش عارف برضو ايه هدفي، عايز اقول لك انك تجرب. جرب اي حاجه. جرب انك ترسم، جرب انك تكتب، جرب انك تطبخ. معلش بس ما تبقاش متخلف وتقول ان الطبخ ده شغلة حريم، لانه لو شغلة حريم ما كانوش عملوا شيف وشغل الشيف والكلام ده. فزي ما قلت لك ادخل وجرب، جرب تعمل اي حاجه. ولو برضو مش عارف تجرب ايه اساسا، عادي جدا ادخل على السيرش بتاع جوجل واكتب هوايات، اكتب انشطه، هتلاقي 7000 ريزولتس، 7000 نتيجه جت لك من الهوايات والانشطه. ادخل وجرب الانشطه دي. جرب. وعلى فكره عادي انك تجرب مهارتين او ثلاثه في نفس الوقت، عادي جدا. يعني مثلا تقول ربع ساعه هكتب، ربع ساعه هرسم، ربع ساعه مثلا هطبخ، وهكذا. انت وفي الفتره دي بقى حاول انك تدي لنفسك مهله، ادي لنفسك اسبوع، اسبوعين، ثلاثه. يعني مش من اول ما تمسك القلم وتلاقي نفسك ما بتعرفش ترسم مثلا تشرك الكراسه وتقول انا والله ما هتعلم الجو ده. لا، حاول تصبر على نفسك، حاول تدي لنفسك مهله تجرب فيها وتجرب. واغلط، عادي جدا انك تغلط، كلنا بنغلط، مفيش حد ما بيغلطش. فادي لنفسك مهله، يعني مثلا ادي لنفسك شهر، وبعد الشهر ده قيم نفسك. وبعد ما تخلص فتره انك تجرب حاجات كتيره دي، اوقف عند نقطه معينه وشوف انت عملت ايه. شوف ايه الحاجات اللي انت عملتها، ايه الحاجات اللي انت جربتها. من بين الحاجات دي بقى هتلاقي حاجه شدتك اكتر، هتلاقي حاجه انت بتروح لها ومش مضطر انك تروح لها او تجربها، هتلاقي حاجه الوقت بياخدك فيها اساسا. يعني انت ممكن تقعد نص ساعه او ساعه بترسم وانت مش عارف اصلا انك عدى الوقت ده كله انت وبترسم. فلو وصلت للحته دي يا صديقي، فكده انت الف مبروك، الف مبروك جدا جدا. انت كده معاك الهدف بتاعك ومعاك الشغف بتاعك. رابع ستيب، او هي دي مش ستيب ولكن دي كلمتين مني ليك، وهي عايز اقول لك استمر يا صديقي، استمر كتير. استمر في الحاجه اللي مهما قعدت عليها مش بتمل او مش بتحس بتعب. لا بالعكس، ده انت بتحب نفسك، ده انت بتلاقي نفسك بتتطور فيها الحاجه دي، بتلاقي نفسك بتعمل حاجه مفيده فعلا. والله لو وصلت مرحله انك تلاقي الهدف بتاعك، فانت حرفيا لقيت كنز كبير جدا. وبصراحه في الفتره اللي احنا موجودين فيها دي صعب انك تلاقي الكلام ده، زي ما قلنا الحياه سريعه والجو ده. وانت ومستمر في الحاجه اللي انت بتعملها دي، هتلاقي نفسك او هتلاقي ربنا بيفتح لك ابواب تاني وبيفتح لك عوالم تاني وفرص تاني وناس تتعامل معاها، غير ان الحياه بتاعتك ما بتبقاش روتينيه، بتبقى في حاجات جديده بتتعرف عليها. بجد والله الموضوع يستاهل انك تاخد الريسك وانك تجرب. فعلا يستاهل، وهو ده المطلوب. ان شاء الله بعد ما تطبق شويه الستبس اللي احنا قلنا عليهم دول يا صديقي، هتوصل للمرحله اللي انا قلت لك عليها، وهي انك ازاي تلاقي هدفك. ويا رب لما تلقاها تدعي لي، يا ريت تكون فدتك. انا كده خلصت. ما تنساش بقى لو عجبك الفيديو سبسكرايب في القناه وتفعل خاصيه الجرس علشان توصل لك كل الفيديوز اللي هنزلها هنا في الشانل. وفي الاخر thank you very much for watching and see you soon يا برو.